كلمة each و every الاتنين معناهم كل، وبيجي وراهم اسم مفرد. each student، each girl، each boy is أو was أو has. فبقول each student is asked to behave well أو every student is asked to behave well. يبقى each أو every الاتنين معناهم كل، وبيجي وراهم اسم مفرد وفعل مفرد. بس في اختلافات ما بين الكلمتين. تمام كده، تعال نشوف بقى الاختلافات دي ايه ونفرق ما بينهم. قال لي اول حاجه ان كلمه each بتستخدم للتعبير عن مجموعه تبدا من اتنين فاكتر، اما every بستخدمها عشان اعبر عن مجموعه بادئه من ثلاثه فاكتر. واحد يقول لي مش فاهم، قول لي مثال. اقول لك بص يا سيدي، she's wearing a bracelet on each hand. يعني ايه؟ هي لابسه اسوره في كل ايد من ايديها. هي عندها كام ايد؟ اتنين. يبقى each hand المجموعه دي بادئه من اتنين، اتنين بس. هنا في المثال ده ما ينفعش اقول on every hand لان هي ما عندهاش ثلاث ايدين. تمام. لكن المثال اللي جاي بيقول she's wearing a ring on each أو every finger، لأن الفينجر هي عندها 10 فينجر، 10 صوابع. فينفع أقول هي لابسة خاتم في كل صباع من صوابعها. تنفع تبقى each أو every، لأن each مجموعة بادئة من اتنين فأكتر، وevery تلاتة فأكتر. يعني المثال الأولاني طالما هم اتنين بس يبقى each. المثال التاني طالما هم أكتر من اتنين يبقى ينفع إيه؟ every أو each. يبقى خلي بالك ان انا بستخدم each للتعبير عن مجموعه تبدا من اتنين فاكتر، اما every فتبدا من ثلاثه فاكتر. تمام. وخلي بالي ان انا بقول each leg يعني كل رجل من رجليا عشان عندي رجلين، وممكن اقولها both legs الاثنين مع بعض، each hand او both hands، each arm او both arms، each ear او both ears، each eye او both eyes. لكن لو قلت every finger او each finger، every toe او each toe دول بيساووا all fingers او all toes، عشان هنا الفينجرز عندي 10 فينجرز اللي هم صوابع الايد، والتو عندي 10 توز اللي هي صوابع الايه، صوابع الرجل. فينفع اقول every finger او each finger، every toe او each toe، وكل دول لو عايز اجمعهم على بعض يبقى all، لان all مجموعه بتبدا من ثلاثه في ايه، ثلاثه في اكتر. يبقى ده اول اختلاف. تمام كده. بعد كده تاني اختلاف معايا ان الفرق ما بين كلمه each و every ان كلمه every بتدل على التشابه، اما كلمه each بتدل على الاختلاف. تعال نشوف الامثله ونقول I give every student a test. يعني اديت كل طالب امتحان اختبار، يبقى كده الامتحانات دي متشابهه، they are the same. اما لو قلت I gave each student a unique question يبقى ده كده ده difference، يبقى ده اختلاف. يبقى لو لقيت في الجمله عندي حاجه زي different، unique، separate، distinguished، اي حاجه معناها مختلف او مميز، يبقى دي تبقى each. يبقى تعبر او تدل every على التماثل او التشابه، اما each بتدل على الاختلاف والايه والتباين. يبقى ده الاختلاف الايه، الاختلاف التاني. بعد كده بيقول ان انا ممكن بعد كلمه each على طول احط كلمه of، each of، وبعد كده احط اسم جمع. تمام. each of the students، each of the people، each of the مثلا questions، يعني كل واحد من كذا. يبقى each of وراها اسم جمع لكن الفعل يبقى فعل مفرد، each of the students has a pen. تمام. اما كلمة every ما ينفعش احط وراها of كده دايركت، لازم يكون في كلمة في النص اسمها every one of the students has a pen. يبقى عشان تحط of بعد كلمة every لازم لها كلمة تانية، وغالبا بتكون every one. تمام. يبقى يمكن استخدام of بعد each فقط، اما every لازم بعدها كلمة ثم of. تمام كده. فبقول each of my friends is here عادي، لكن اقول every one of my friends is here. وخلي بالك ان each of وراها اسم جمع لكن الفعل بيبقى مفرد. يبقى كده ده الاختلاف رقم 3. طبعا في الجمل دي مش بينفع احذف of بعد كلمة each، يعني ما ينفعش اقولها each my friends، لازم اقولها each of my friends، على عكس كلمة all كان ينفع اشيل كلمة of من الجملة. طيب بعد كده عندي اختلاف رابع. الاختلاف ده بيقول ان انا ممكن احط كلمة each بعد الفاعل. احط كلمة each بعد الفاعل. واحد يقول لي ازاي؟ مش انا كنت بقول each of them is holding a pen، each of them. تمام. بحط وراه ضمير مفعول عادي. بس ينفع اقول they each، يبقى each of them بتساوي they each، يبقى ينفع اجيب كلمة each بعد السبجكت. تمام كده. بس خلي بالي ان لو بدأت بكلمة each بخلي الفعل مفرد، اما لو بدأت بالضمير الفاعل الجمع ده لازم الفعل يبقى جمع. فبقول each of them is holding a phone،
او they are each او they each are holding a phone. تمام كده، يبقى يمكن استخدام each بعد الفاعل، اما every لا. تمام. فبقول each of us has a phone، لكن we each have a phone. فخلي بالي ان each of us has عشان بدأت بكلمة each، اما لو بدأت بضمير الفاعل بيبقى الفعل جمع على حسب الفعل بادئ في الايه في الاول. بعد كده اختلاف رقم 5. الاختلاف الخامس بيقول ان انا ممكن احط كلمة each في الاخر علشان ادل على آه مثلا السعر. لما اجي اسال مثلا بقول how much are the books، هي الكتب دي بكام؟ تروح انت قايل لي they cost 100 pounds each، يعني كل واحد فيهم بيتكلف 100 جنيه. ينفع احط each في الاخر علشان ادل على سعر كل واحد منفصل، لكن ما ينفعش احط في الاخر كلمة ايه؟ كلمة every. تمام كده. طيب ننقل على حاجة تانية. بيقول هنا في الاختلاف رقم 6 ان انا بستخدم كلمة every لو عندي كلمة من الكلمات دي. يقول هنا مثلا I visited practically أو nearly أو almost every city in Egypt. لو جاب لي كلمة من الكلمات دي practically nearly almost particularly، أي ظرف من الظروف دي تيجي يبقى كلمة every تكون موجودة. يبقى تستخدم every فقط وليس each لو جت كلمة من الكلمات ديت not أو single أو practically أو nearly أو almost. every single not every practically every nearly every almost every. بس طبعا تخلي بالك ان الاسم اللي ورا كلمة every اسم مفرد. تمام، عشان ممكن يجيب لي الامثله اللي جايه دي. بيقول هنا I saw almost every Ghibli movie. I saw almost every Ghibli movie. أو I saw almost all Ghibli movies. يبقى every Ghibli movie أو all Ghibli movies. الأولانية كانت every علشان movie مفرد، التانية كانت all علشان movies جمع، رغم إن كلمة almost بتيجي مع every، بس أنا بتكلم لما يكون عندي اسم إيه؟ اسم مفرد. طيب بعد كده بيقول الاختلاف رقم 7 ان انا بستخدم كلمة every علشان ادل على التكرار، الحاجات المتكررة. I visit the zoo once every year، مش بقولها once each year. تمام، حتى لو المعنى تمام لكن هم مش بيقولوها كده. فبقول تستخدم every في فقط وليس each للإشارة للأحداث المكررة بشكل ايه؟ بشكل منتظم. فبقول مثلا every 10 minutes مش each 10 minutes. تمام كده. طيب بعد كده الاختلاف رقم 8 بيقول احفظ العبارات دي. each and every. each and every يعني all يعني كله. مثلا I saw each and every cartoon، يعني شفت كل الكرتونز. تمام. تاني تعبير بيقول every now and then. every now and then يعني sometimes. I visit my uncle every now and then يعني أحيانا. بعد كده آخر تعبير معانا every other day او every other week every other month، يعني يوم يوم لا. every other week اسبوع اسبوع لا. every other month شهر شهر لا. يبقى every other كذا معناها يعني اسبوع ايوه واسبوع ايه؟ اسبوع لا، تعدي اسبوع يعني. تمام. بعد كده عندنا برضو اخر ملاحظه معانا الفرق ما بين each و every، ان انا ممكن استخدم كلمه every مع الحاجات المعنويه زي success opportunity chance. تمام كده، معناها every possible كذا. فلو قلت I wish you every success، I wish you the greatest او the greatest possible او that can be imagined، يعني احسن نجاح ممكن تحصل عليه. تمام، فبحط every مع الاسماء المعنويه. تمام. طيب ما أنا ليه يا مستر ما اقولش all؟ قال لا هي مش بتتقال كده. لو حطيت all يبقى المعنى مختلف. فلو قلت I wish you all success، انا قصدي انا بتمنى لكم كلكم النجاح. تمام كده، يبقى قصدي هنا بتكلم مع اكتر من واحد، اكتر من اتنين، يبقى success to all of you. لكن لو قلت I wish you every success يبقى the greatest success. تمام، في فرق بين الجملتين. لو عايز احط الاثنين مع بعض بقى يبقى اقول I wish you all every success، يعني بتمنى لكم كلكم كل النجاح، يبقى اسمها the greatest success to all of you. فرق ما بين all success و every success. I wish you all كلكم النجاح. I wish you every success، every success على بعضها النجاح كله. تمام كده. طيب تعالى مع بعض بقى نحل بعض الأسئلة. هسيبك بقى تعمل ايه؟ تعمل بوز وتحل الاسئله دي. اول جمله بيقول she carried a bag in hand. هل هي each ولا every ولا both ولا all؟ قال لي يا مستر اسم مفرد فينفع احط each او every. اقول له ماشي، بس each بتدل على المجموعه بادئه من اتنين ومحدش بيبقى عنده 3 ايدين، يبقى اسمها each hand. بعد كده she gave presents to
student in the class. قال لي يا مستر student ده اسم مفرد، ف every و each الاثنين صح، يبقى A and B. طيب nearly student in my class is excellent. تقريبا كل طالب، خلي بالك ان اسم مفرد، يبقى not nearly every. تمام. nearly students in my class are excellent. يعني مستر ده جمع، بس انا nearly بيجي وراه every، اقول يا ابني ما هو الاسم جمع، يبقى nearly all students. تمام. بعد كده space is responsible. هل هي زي each ولا them each ولا each of them؟ قال لي يا مستر ما انا لو بدات بزي لازم احط جمع، فلازم ابدا بايتش عشان احط فعل مفرد، يبقى each of them is responsible. بعد كده زي each ولا them each ولا each of them ولا A and C should be responsible. قال لي يا مستر الفعل هنا مش باين اذا كان مفرد ولا جمع، يبقى ينفع الاولى والثالثه، يبقى A and C. they each ولا them each ولا each of them ولا A and C are responsible. قال لي يا مستر هنا الفعل جمع، يبقى لازم اقولها they each. يبقى لو بدأت ب they each يبقى فعل جمع، لكن each of them يبقى الفعل مفرد. the boys each a tablet. البويز كل واحد فيهم معاه تابلت. واحد يقول لي مستر لما تنفع have، اقول له لا ما انت بدأت ب the boys يبقى the boys each have، لكن لو قلتها each of the boys يبقى has. واحد يقول لي مستر ليه مش are؟ اقول له يعني ازاي هيبقوا هم تابلت؟ لا هم معاهم تابلت. we have a meeting 2 weeks. تكرار، يبقى every 2 weeks. the pens are 10 pounds. لما تيجي في الاخر كده عشان تعبر عن سعر حاجه معينه منفصله يبقى اسمها 10 pounds each. the teacher told the class that us had done very well. us ده ضمير مفعول، يبقى لازم اقولها all of us. all of us. بعد كده بيقول she bought 3 new skirts and a of them are long. اشتريت 3 وعايز يقول كلهم طوال، هل تنفع تبقى both؟ قال لي لا يا مستر لازم تبقى all of them عشان هم اكتر من 2. she bought 2 new skirts and a of them are long. بيقول لي مستر يعني 2 بس يبقى both. واحد يقول لي مستر طب ليه مش each؟ اقول له يا ابني ما هي جمع، ما هي لو قلتها each of them يبقى لازم تبقى مفرد زي اللي جايه. she bought 2 skirts and a of them is long. تبقى each of them. طب ليه يا مستر مش every of them؟ اقول له عشان every ما بيجيش وراها of.